안녕하세요 여러분, 반입니다. الفيديو اليوم راح أتكلم عن كلمات كورية غريبة شوية لما نسمعها لأول مرة. أكيد أغلبنا إذا مو كلنا يعرف هذه الكلمات، بس ليش الكوريين يكررون نفس الكلمة؟ طيب هل أكو خلل باللغة؟ لا طبعا، هاي إلها معنى محدد، فتعالوا نشوف شنو الموضوع ويلا نبلش. أول شي التكرار ما هو عشوائي، الكوريين مرات يكررون كلمات معينة وهذا يسموه بالبانبوك بيويان، يعني التكرار للتعميم، يعني مو لأنه ما يعرفون الكلمة، لا هم يكررون حتى يعطون إحساس الشمول أو التنويع. أول كلمة عندنا هي مومو. مومو جاية من مو بمعنى شنو أو ماذا، بس لما أكررها راح تنطينا معنى بمعنى أشياء متعددة مو شي واحد. مثال مومو 좋아해요 بمعنى تحب شنو شنو أو شنو الأشياء اللي تحبها. مثال ثاني مومو 샀어요 شنو الأشياء اللي اشتريتيها. نلاحظ الكلمة الثانية متكررة حتى تدل على جمع أو تنوع بالأشياء. ثاني كلمة اللي هي دوغو دوغو. دوغو لوحدها تعني منو، أما إذا قلت دوغو دوغو منو منو يعني ناس هواية مو شخص واحد. مثال 누구 왔어요؟ منو حضر، يعني حضروا أكثر من شخص وأني دا أسأل منو اللي حضر. 누구 왔어요؟ 누구랑 갔어요؟ منو اللي رحت وياهم. النغمة مالتها تبين إنه أنت تتوقع أكو عدة أشخاص مو شخص واحد. ثالث وآخر كلمة اللي هي أودي أودي. أودي لوحدها تعني وين، أودي وين ووين يعني أماكن متعددة. 어디 갔어요؟ 어디 갔어요؟ وين رحت، يعني رحت أكثر من مكان. بهذا سؤالي دا أسأل عن أكثر من مكان. 어디 유명해요؟ 어디 유명해요؟ وين الأماكن المشهورة. نفس الشي التكرار هنا يفتح المجال لجواب متعدد أو مفصل أكثر. هذا النوع من التكرار ينطي إحساس لطيف باللغة الكورية ويخلي السؤال أخف شوية وهمين بمجال أوسع للجواب. ملاحظة بسيطة قبل لا ننهي الفيديو، هذا النوع من الكلمات تستخدم بشكل أساسي في الكلام المحادثات الشفهية ومش كثير تستخدم بالكتابات الرسمية. طيب ليش تستخدم أكثر شي بالكلام؟ لأن هاي الطريقة في التكرار تعطي نغمة أخف وألطف، تستخدم لما المتحدث يريد يسأل بطريقة عامة أو يتوقع أكثر من إجابة، وهي طبيعية جدا بالمحادثات اليومية. طيب متى ممكن أستخدمها بالكتابة؟ نقدر نشوفها أحيانا بالنصوص غير رسمية مثل رسائل كاكاو توك، محادثات دردشة أو مقالات أسلوبها يكون حواري، كذلك كتب أطفال. لكن بالكتابات الرسمية مثل تقارير، أخبار، مقالات أكاديمية ما راح يستخدموها وراح يستخدمون طرق ثانية مثل 어떤 것들, 어떤 사람들, 여러 장소. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولا تنسوا تشتركون بالقناة وتحطون لايك، تفعلون الجرس إذا تحبون تتعلمون الكوري بأسلوب ممتع. كانت وياكم بان، أشوفكم بالفيديو الجاي. 안녕.